السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى الأستاذ رئيس الوزراء المحترم السيد محمد الشياع السوداني الأب للعراق، نعم، والأخ الكبير بخصوص حملة الدفتر السويسري، نعم، وأصحاب البطاقة الحمراء، نرجو رفعهم لقراءة ثانية حتى ينالوا حقوقهم، لأنه يحسون بأنفسهم في تلك الحقبة القديمة أنهم ظلموا، نعم، وهذا اللي تنفذ عليه قرار الحكم أي قطع الإذن، واللي تنفذ عليه أنه لا يسافر ولا تقبل شهادته ولا يشتغل بأي مكان من أماكن الدولة ولا حارس ولا يعقدون له، وبطاقة تموينية أيضا ماكو عنده. نرجو رفعهم للقراءة الثانية بالخصوص الدفتر السويسري، نعم، أو الهندي يقولون، وأصحاب البطاقة الحمراء أيضا. هذول هم الشريحتين تحملوا اللي ما حد يقدر يتحمله من العراقيين، نعم، اللي بقوا بالداخل لأن مطاردين. فهنا الدفتر يا سيادة الرئيس محمد الشياع السوداني، الدفتر نعم بوقتها قبل 96 بوقت نزول القرار مال قطع الإذن هم كانوا موجودين، نعم، واكو من عندهم رجعوا. اني من الناس حتى اللي ما يقبل يقول لي يا بي ليش تحكي على نفسك؟ نعم انا اتكلم وقدام الاب، نعم، محمد الشياع السوداني. انا كنت هارب بوقتها وصار قطع الاذن ولزموني، نعم، على اساس انه ياخذوني يقطعون اذني، لكن واحد من الخيرين موجود كان يعرف اخوي، نعم، واجا اخوي قال لي يابا هذا اخوي، قال له يا معود هذا قرار قطع الاذن واخوك هارب. قال له هارب بعد يمك القضيه. قال له عمي انا راح فتره واجي، اذا عندك يقدر يدبر لي كتاب منا. قال له ما يدبر لك، هو هارب والخاطر بعادته اتركه. فكانوا يريدون يقطعون اذني اخواني الاعزاء، احكيها بكل صراحه، نعم. فهنا كان عندي دفتر سويسري ولبست بالجيش وكملت 7 سنوات انا هارب، لبست بالجيش وكملت، وبعدين اعطوني دفتر احمر. ليش؟ قلت لهم مو بطاقه حمراء. قالوا يابا خلصت البطاقه الحمراء. اي نعم، ورقم موجود بالدفتر السويسري مكتوب رقم البطاقه، ما كاتبين رقم الدفتر. اي نعم، هذا غير قابل للتزوير، غيره لا تختلف القضيه. فيا استاذنا محمد الشياع السوداني المحترم، ارجو ان تاخذ هؤلاء الشريحتين اللي هي الدفتر، نعم، الاصلي خلينا نقول، ويجي واحد يقول لا يابا البطاقه قبلها وكذا، لا احنا ما نريد نختلف، احنا اخوان سواء كان دفتر او بطاقه. خلينا نرجع الى امثالنا بالعربي، يقول اذا اختلفتوا رجعوا رؤوس اموالكم، شوفوا شنو النقص وين صار تتفقون بعدين. احنا خلينا نرجع للبدايه، بالتجانيد من التحقنا انطوا دفتر، ومن استرحت بعدين ايضا انطوا دفتر. البطاقه ليش اجت؟ البطاقه لانه خلص الطبع الدفتر الهندي او السويسري ما موجود، فعوضوها ببطاقه موجوده، طبعوها بغير مكانات وانطوا للناس، انصفوهم. اكو منهم يا استاذ محمد الشياع السوداني وايتها اللجان ايضا، اكو منهم مذكور الهروب بالدفتر مالته سواء احمر ازرق ما لنا علاقه به، المهم مذكور او حتى ما مذكور. اللي مذكور انه عنده هروب، واكو واحد هارب ما مذكور عنده هروب. هاي للجان، والله اقسم بالله اذا صعدت هاي الدفاتر والبطايق، نعم، الى اللجان المختصه والقاضي راح ينصف الجميع، لانه هذا هارب 7 سنوات مثلي اني، او 6 سنوات او 3 سنوات شامله قرار قطع الاذن. هذا وين كان؟ اكيد هذه الفتره كان بها هارب ورجع وكمل خدمه وتسرح، نعم، يعني كل العناء والبلاء على ظهره وعلى راسه. فهنا نريد من اللجان ان ينصفون هذه الشريحتين احبابي، وجزاهم الله الف الف خير. هذا النداء قلنا للاستاذ محمد الشياع السوداني ان ياخذ هؤلاء الشريحتين بنظر الاعتبار، نعم، وبالرعايه الابويه، نعم، وبالوقوف معهم في صغيرتها وكبيرتها.
نرجوك رجاء أخوي، لا واحد يريد احنا واحد مثلا يتظاهر أو فرد شيء، لا القضية واضحة وانت بعد مسؤول، وذول اخوتك شيبه وراحوا مثل حالات الله وكيلك ضغط وسكر وتعبان، يعني فرد تعب مو طبيعي. نرجو ان تنصفوهم بهذا المجال وجزاكم الله الف خير. ذولا ايضا خاف ما ذكرناهم اصحاب المقتبس، نعم، والضايعه اولياته واللي عنده دفتر وبعد ما اعرف يعني اكو ما عجز ما ذكرتهم. هذا النداء الك وللجان المختصه ولكل البرلمانيين، نعم، اصحاب العطف الابوي والقلب الطيب، جزاكم الله الف خير. وهذا رب العالمين جايبها فقط دفعه، الدفعه تعتبر دعاء من عندكم، شكرا لكم ولجميع اصحاب الروابط، نعم، ولجميع شخص هارب ومفقود اولياته او عنده بطاقه حمراء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.